رسائل قوية وواضحة تلك التي وجهها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء إلى أطراف خارجية تعمدت على مدار سنوات استغلال قضية الصحراء المغربية ضدا على مصالح المغرب العليا ووحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية الثابتة بحكم مبادئ الحق والشرعية. وتأسف الملك محمد السادس لوجود عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، مبرزا أن هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمة تندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. في السياق نفسه أشار ملك البلاد إلى أن هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ أطلسي، وذلك رغم أن المغرب اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة. وزاد العاهل المغربي: وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. متابعا لهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية.